احكموا في اي حد، ها عندكم شبه الجزيره احكموا مثل، لكن مكه والمدينه لازم الامه العربيه والامه الاسلاميه هي التي تقوم عليها. من سيخطب في الحج؟ علاه عمره ما يخطب جزائري، لا ما يخطب تونسي، لا ما يخطب مغربي، لا ما يخطب مصري، دائما يخطب سعودي. تحكم هذه سرقه وسطوه على الحرم المكي والحرم المدني لفرض ما تريدون انتم. علاه ما يخطبش قدوه المره هذه يخطب لنا يخطب انا ماذا بيا يخطب واحد اخر، ما يخطبش اللي على العام هذا السعودي ويخطب حر. لا بد ان نفتك مكه والمدينه من النظام السعودي وردوها للشعوب الاسلاميه، هما يديروا الهندسه، هما اللي يبنيوا. بقات الان فتنه كبيره يا خاوتي. زيد حاجه ثانيه، غلقوا مكه البيت الحرام، غلقوها وسدوها بماذا؟ بالعمارات. لو كانت هذه في الدول عند دول اسلاميه ما يديروا لها شيء، يديروا لها تخطيط ونديروا بناء خاص. الجزائر عندها مهندسين، وتونس عندها مهندسين، والمغرب عندها مهندسين، وموريتانيا ومصر. قال هاو الحرم المكي والمدني، والسعوديين معليش جزء منهم معليش يجي نهار يخطبوا معليش صح نهار كامل انتم تخطبوا. يا سيدي انا جزائري رايح المسجد الحرام، نهار يخطبوا في عرفات وش يقول؟ يقول اللهم احفظ الملك واحفظ الولي العهد وولي العهد، والناس يقولوا امين. ماشي تاعنا، لازم تجيب القائمه نتاع كل الحكام والملوك وتعلم واحد ولا لا؟ خاص هذاك بالك التونسي ما يحبش نتاع السعوديه ونتاع المروك ما يحبش نتاع، صحيح ولا لا؟ تخطب الناس. وشكون قال باللي هذاك ولي الامر تاعك ماشي تاعي؟ انا هنا بالحج، حج تاع السعوديه ولا حج تاع الامه العربيه والامه الاسلاميه؟ كذا تجبرني ندعي